هل انا هعمل قشطة حلاوة المولد التحفة المظبوطة على الشعرة دي من غير ما اطلع واقول لكم الطريقة؟ مستحيل طبعا. هنعملها مع بعض بمكونين اتنين بس وبطريقة سهلة وبسيطة، هتطلع مطاطية وجميلة وفلافي كده زي ما انتوا شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بقى الصنف القريب لقلبي في علبة حلاوة المولد. هنعمل القشطة، بحبها جدا. هي بتكون قريبة كده للمارشميلو، وهنعملها بمكونين اتنين بس، والطريقة بتاعتها بإذن الله تظبط معاكي من أول مرة، بس انتي مش على المقادير بالظبط زي ما هنقول في الفيديو بتاعنا. معايا كده كوباية ونص من السكر، ونص كوباية من المية هوزعها كده على الحرف، نص كوباية من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر عندك هيبقى عسل نحل، مش متوفر عسل نحل هتضيفي شربات من بتاع الحلويات. هرفع بقى الخليط بتاعي ده كده على النار، او الحله بتاعتي على النار دلوقتي تغلي دقيقتين بالظبط، وهرفعها من على النار. معايا بقى 3 معالق كبار من الجيلاتين، هدوبهم في نص كوبايه من الميه لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده كده. وخلاص الشربات بتاعي غلى دقيقتين على النار. هبتدي بقى اجيب البوله او الحاجه اللي انا هضرب فيها الخليط بتاعي، وافضي الخليط كده، هنسمي بالله ونفضي بالراحه علشان بيكون سخن جدا، حسب من اللسع في الوقت ده. وهنبتدي بقى ننزل بالجيلاتين بتاعنا كده، قلنا 3 معالق من الجيلاتين مدوباهم في نص كوبايه من الميه. هبتدي بقى اضرب بالمضرب بتاعي وبالراحه كده، واحده واحده، لان الخليط بيكون سخن على المضرب عشان المضرب ما يحصلوش حاجه. الخليط بتاعنا ده كده هنفضل نضرب فيه لحد ما لونه هيفتح جدا، وهيبقى شبه الكريم شانتيه شويه كده، هتشوفوا معايا في الفيديو. المكونات بتاعته بتكون سهله وبسيطه، جربوها هيعجبكم ويعجب الاولاد جدا باذن الله، وبتعمل معاكي كميه محترمه. انا هنا كده حسيت ان التركية دي هتنقله كده وتوديه حتة تانية، ضفت فانيليا، حسيتها هتنكهه كده وتديه طعم كويس. فعايزه تضيفي التركية دي ماشي، مفيش مشاكل. مش عاوزه تضيفيها مفيش مشاكل برضو، بس انا حسيتها بصراحه ادت للقشطه طعم كويس جدا. هبتدي بقى افضل اضرب اضرب كده لحد ما الخليط بتاعي لونه هيفتح معايا جدا زي ما هتشوفوا. شايفين افتحي شويه كده، طول ما انت شغاله بيفتحي معاكي وبيهيش شويه، يعني بيزيد شويه. بيكون فيه سنة مطة كده في الأول، وبعدين بقى بيكون مطاطي خالص، يعني أول ما بيجهز معاكي يدوب تلحقي تنقليه في الصينية بتاعتك. وقبل الخطوة بتاعت الضرب دي، علشان الخطوة دي عدت مني، بس هتجيب الصينية بتاعتك هتدهنيها زيت، او القالب اللي انت هتصب فيه الخليط هتدهنيها زيت كويس جدا علشان تكوني ضامنة ان مفيش حاجة هتلزق. وبعدين هنجيب كيس تلاجة هنفتحه ونحطه في الصينية بتاعتنا، وندهن الكيس برضو، او نديله مسحة كده من الزيت بالفرشة. وهنبتدي بقى نرش فيه كده جوز هند وزبيب حسب الرغبة. لو مش بتحب جوز الهند ولا الزبيب عادي جدا، انت ممكن لو مش متوفر عندك تضيفي رشة نشا، هيبقى ماشي الحال برضو. المهم ده الخليط بتاعي كده، وده الشكل بتاعه اللي احنا عايزين نوصله. شايفين المطة بتاعته والتقل بتاعه؟ انت الصينية بتكون جاهزة، وهو العسل او الشربات بتاعك على النار. انا قلت لكم انا جهزتها معاكم، بس الخطوه دي اتمسحت مني لان الخليط بيقفش، يعني هتلاقيه مسك منك. فاحنا اول ما يجهز معانا كده ويكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، وفي المطه اللي انتوا شايفينها دي واللون بتاعه الفاتح الجميل ده، هنبتدي نفضي ونصب على طول. الصينيه تكون جاهزه وركناها على جنبي. انا هنا كده هجيب الصينيه على طول بقى، وابتدي ان انا اصب الخليط بتاعي وافضيه فيها. زي ما اتفقنا، لو مش متوفر جوز الهند والزبيب ممكن تضيفي رشه نشا، لان هو على فكره بيكون شبه المارشميلو جدا، فمفيش اي مشاكل يعني. دي الصينيه عملت فيها الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، وابتدي انزل بالخليط. شايفين القوام بتاعه؟ انا عايزاكم تركزوا في القوام ده جدا، لان ده اللي بيطلع معاكم القشطه ناجحه والمطه بتاعتها بتكون كويسه. فركزوا لي بقى على القوام. انت هنا في الخطوه بتاعت صب الخليط دي لازم تكوني جاهزه وسريعه جدا علشان ما يمسكش معاكي.
هبتدي بقى ارش على الوش رشة الزبيب وجوز الهند، ومتخافيش مش هتمسك معاكي لان احنا دهنين زيت كويس جدا في الصينيه وفي الكيس بتاعي علشان نكون ضامنين ان هي مش هتلزق. هرش رشة جوز الهند ورشة الزبيب وهدخلها التلاجة تاخد بتاع ساعتين 3 كده، على حسب بقى ما تلاقيها كده شدت ومسكت معاكي وبقت كويسة. لو قعدت نص يوم برضو يكون احسن، مفيش اي مشاكل، بس يكون في التلاجة مش بره التلاجة. وهتبتدي بقى بعد ما تخلصي الخطوات بتاعتك دي وتخرجيها من التلاجة، زي ما هتقعد بقى زي ما تقدري تقعديها، قلنا من 3 ساعات كده، قعدتها نص يوم على حسب يعني، ما تستعجليش عليها قوي. هتخرجيها وهنبتدي ان احنا نقطعها مش مكلفة خالص، والكمية بتاعتها بتكون حلوة جدا. يعني بالنسبة للأسعار اللي بتكون بره، وبتكون حاجة نظيفة وانت عاملاها بايدك وعارفة هي معمولة ازاي ومن ايه بالظبط. دخلها بقى التلاجة ونقطعها مع بعض بعد ما تخرج. هنا خلاص خرجت. الخطوة دي برضو مهمة، وانتي بتقطعيها لازما تدي للسكينة بتاعتك دهنة او مسحة كده من الزيت علشان تقطع معاكي بكل سهولة. شايفين احنا علشان امنا نفسنا كويس ودهنا الكيس والصينية مفيش حاجة لازقة، هي بس لازقة من الاطراف اللي هناك دي بس، برضو هتفك عادي جدا مفيش اي مشاكل. اهم حاجة دهنة الزيت اللي انتي هتدهنيها للسكينة بتاعتك عشان تكون سهلة معاكي في التقطيع. هتقطعيها بقى وتقدميها بألف هنا، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.